بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ وحشيني خالص. النهارده هنعمل تورتايه حلوه قوي في البيت، لذيذه وجميله. طبعا هنعملها بمناسبه نادي الاهلي بيلعب النهارده، كلنا ندعي له يا حبيب قلبي ان شاء الله وباذن الله بالفوز كده. هنعملها بطريقه سهله، هنعملها بالدقيق الاسبونج. معايا نص كيلو دقيق اسبونج ومعايا 6 حبات بيض، واهم حاجه ان البيض يكون بحراره الغرفه، ما نخرجوش من التلاجة على طول عشان تنجح معانا. ومعانا معلقه محسن كيك، معلقه كبيره يعني مش صغيره، ومعايا كده معلقه فانيليا بس مش اكتر من كده، ومعايا بقى لون طبيعي مش صناعي، لون طبيعي بتاع الاكل وكده. هنعمل لها، نحط لها نقطتين كده نخليها باللون الاحمر، ونعمل لها بقى كريم شانتيه ابيض. ان شاء الله باذن الله هتعجبكم الطريقه، طريقه سهله وبسيطه خالص. واول حاجه بقى هنبدا بيها، هننزل بقى كده البيض بتاعنا. هننزل بقى كده البيض بتاعنا يا حبيب قلبي، وهننزل الفانيليا، وهننزل كمان الدقيق. احنا مش محتاجين نضرب اي حاجه بقى، هننزل كل حاجه على طول في العجان. وهننزل بقى محسن الكيك، ودي معلقه كبيره يا حبيب قلبي. نشغل بقى كده العجان بتاعنا، طبعا هنشغله على سرعه عاليه طبعا عشان ما يتبهدلش كده. هنشغل بقى العجان لغايه بقى ما ناخد قوام حلو كريمي ومفيش اي تكتلات خالص، يكون عالي كده. معايا بقى كده يعني حله صغننه كده من اللي هي الالومنيا اللي هي بتاعت الرز المعمر دي. عملتها بقى، دهنتها دهنه بسيطه خالص زيت، وبعد كده بقى عملتها ورقه داخليه كده، عملتها سمبوسه كده، مش عارفه هوريها لكم دلوقتي. عملتها بطريقه سهله خالص وبسيطه. بعد كده قطعت ورقتين ولزقتها بالشكل ده، وده مقاس الحله زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي. هنضرب بقى الخليط بتاعنا لما يبقى كريمي خالص زي الكريم شانتيه كده بالظبط. نفضل وراه بقى نضرب فيه، بصوا كده ضرب ضرب مفيش شتيمه، لغايه ما ايه ناخد القوام الحلو الكريمي كده. بعد كده ننزل بيها، طبعا مولعه الفرن بتاعي على 180 رف اوسط يا حبيب قلبي، مع بعض خطوه بخطوه. القوام يا حبيب قلبي اللي احنا عايزين نوصل له زي الكريم شانتيه بالظبط. هنزود بقى اللون كده على الكيكه بتاعتنا، هنزود كده نقطتين بالظبط، ونضرب ضربه كمان ونشوف اللون. لو عايزين نتقل شويه عادي خالص، لغايه اللون اللي احنا حابينه. ننزل بقى كده ونشيل. اللون يا حبيب قلبي اللي انا حبيته، طبعا اللون دوت ذوقيات، هنسيب اللون دوت لحضراتكم بقى في الاختيار. عايزين اللون دوت، عايزينه افتح شويه، كل شويه بقى بقيت افصل المضرب وانزل الحواف كده من هنا عشان تاخد كلها لون واحد، وكده تمام خالص. هنشيل بقى كده بقى الخليط بتاعنا يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده، كريمه بالظبط زي الكريمه الشانتيه بالظبط. هننزله بقى كله كده بالشكل ده، ننزل كل حاجه بقى. طبعا الفرن بتاعنا والع على 180، ولعاه من قبل ما ابدا بالظبط. بقى يا حبيب قلبي كده هنوزعها بقى على القلب ما نقدر، بالراحه خالص، نتعامل معاها بالراحه كده بالشكل دوت. هنسويها بس كده. وطبعا الدقيق الاسبونج حبيب قلبي يعني كمان للبنوتات اللي لسه داخلين المطبخ جداد، وان شاء الله باذن الله هنعمل الكيكه الاسفنجيه بالدقيق العادي ان شاء الله باذن الله. بس احنا قلنا نعمل حاجه سريعه النهارده بقى عشان نادي الاهلي، كلنا ندعي كده من القلب ان شاء الله باذن الله ان يفوز النهارده، يفرح قلوبنا كلنا كده يا حبيب قلبي. وبعد كده بقى نديها خبطتين كده وندخلها الفرن مع بعض. يلا بقى يا حبيب قلبي كده نشغل لها المروحه على 180 رف اوسط بالشكل دوت، مش هنفتح عليها خالص
لمده كده تلت ساعه، وبعد كده نتابعها من بره، ما نفتحش خالص غير لما نحس ان شاء الله باذن الله ان هي استوت. قربنا بقى كده يا حبايب قلبي الكيكه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده شكلها. انا جيت اقلبها بقى، فتقلبت كده وشها جميل خالص، واخده لون حلو قوي، وكمان ريحتها جميله. هنشيل بقى الورق بتاعنا ده كده بكل سهوله، هي طبعا سخنه خالص، نشيله كده. طبعا مسحه الزيت بقى اللي احنا حاطينها مسهله الدنيا معانا، واللون حلو قوي. وطبعا ده لون جل طبيعي مش صناعي ولا حاجه. سلك كمان بقى الورقه دي بالراحه كده. يا سلام يا سلام، بصراحه يعني التورتيه كده عشان طالعه حلوه كده ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي هيكسب النهارده، انا كنت عاملاها كده على وشهم النهارده، وان شاء الله باذن الله هيكسبوا يا حبيب قلبي. هنعمل بقى مع بعض، هنسيبها تهدي كده. يا حبيب قلبي مقادير الكريم شانتيه معايا كده كوبايه كريم شانتيه خام، ومعايا كوبايتين لبن، واللبن بتاعنا طبعا غليته وحطيته في الفريزر لما بقى تلج بالشكل ده، اهم حاجه يكون كده. وطبعا عشان الكريم شانتيه بتاعنا خام انا حطيت نص كوبايه سكر، عشان خاطر هو من غير سكر خالص. لو في سكر بقى ما نحط السكر ولا اي حاجه. نروح بقى كده على المضرب بتاعنا، ننزل كده باللبن، طبعا صوت التلج، وادي الكريم شانتيه اللبن والسكر. هنشغل كده نضرب بقى لغايه ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه للكريم شانتيه. وطبعا سايبين بقى التورتيه بتاعتنا كده كده شكلها جميل خالص. اتمنى تجربوها وان شاء الله باذن الله هنعمل كمان الكيكه الاسفنجيه بطريقه حلوه وسهله وفي البيت بالتقيل عادي مش بالسبونج. وصلنا كده يا حبيب قلبي للقوام بقى بتاع الكريم شانتيه اللي انا عايزاه، زي ما انتم شايفين كده. طبعا شايفين عامل ازاي، وريحته حلوه قوي، وان شاء الله باذن الله طعمه جميل. طبعا ظبطنا السكر بنص الكوبايه اللي احنا حطيناه، هنحطه بقى في الفريزر كده قبل ما نقطع الكيكه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. انا بقى كده الكيكه بتاعتنا يا حبيب قلبي، وهنقطعها بقى كده، هنقطعها لثلاثه بالشكل ده. خلي ايدينا بقى كده متساويه، سلكها بقى كده الاول معانا كده طبق. بقى الكيكه بتاعتنا يا حبيب قلبي كده انا قطعتها 4 زي ما انتم شايفين، ومعايا بقى لبن كده مغلياه، وحطيت له نص معلقه سكر بس ساقع طبعا، حطيته في الثلاجه يسقع. ومعانا بقى الكريم شانتيه كده شايفين القوام بتاعه حلو قوي. ومعانا بقى كيس حلواني بعد الكيس اللي انا شفته المره اللي فاتت، كيس البلاستيك ده ما انصحش بيه خالص، مش عملي. انا جبت القماش اللي هو بيبقى الجلد متبطن من جوه كده حلو خالص. هنفضي بقى الكريم شانتيه كده يا حبيب قلبي ونشوف هنعمل ايه. بقى الكريم شانتيه كده يا حبيب قلبي هنعمل بقى كده عشان نثبت كده الكيكه بتاعتنا. اي حاجه بقى ده طبعا من تحت مش باينه كده. ناخد اول طبقه ننزلها بقى ونثبتها كده عشان تبقى ثابته معانا وشكلها حلو ومتقعش ولا حاجه. بعد كده بقى نيجي على الحروف بقى كده وناخدها دايره على طول كده. ونسيت حاجه وهي اهم حاجه اللبن. معانا بقى اللبن دوت كده هنسقسق الكيكه بيه كده، هننزل بسيط خالص كده بيديها طراوه كده وطعم حلو خالص. وطبعا اللون حلو خالص، وزي ما انتم شايفين مش هنحط كتير، 3 معالق بس. ناخد بقى الكريم شانتيه كده زي ما احنا كده. طريقه سهله وجميله يا حبيب قلبي، ويا رب اكون بفيدكم وبتستفيدوا من وصفاتي. ويا رب اكون ضيفه خفيفه كده ويحسن يا رب كده ما بين ايديكم. اي حاجه ان شاء الله باذن الله تعملوها من طريقتي هتبقى جميله وحلوه خالص. كل اللي بتمنى منكم الدعم بس واللايكات الحلوه.
وبشكر كل اللي بيقول لي كلام كويس وكلام بجد، يعني الكلام دوت بيرفع من معنوياتي كده وبيخليني فعلا اتمنى ان انا اكون معاكم على طول. وبشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا اشتركوا لي جديد في القنوات، اصحاب القنوات كلهم بشكرهم قوي، وكلامهم الحلو اللذيذ، وربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب. ايه كل مره انسى موضوع اللبن. خفيف خالص كده، مش عايزه تحطيه، مفيش اي مشاكل خالص، يعني هو مش ضروري، بس انا بحب الكيكه تكون طريه كده ولذيذه وبتدي طعم حلو قوي وطراوه كده حلو خالص. هنكمل على طول. انا جايبه بقى ذوق حلو خالص كده من بره. ممكن كمان مع الكريم شانتيه دوت لو في عندك اي نوع مكسرات وعايزه تضيفيه للكريم شانتيه بيبقى حلو خالص يا حبايب قلبي. حبايب قلبي بالكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده، هنيجي بقى كده ونعمل ايه رسمه كده. معايا بقى شويه حاجات للذوق بقى، هنسيب الذوق دوت كده ايه على حسب كل واحد وذوقه كده. شكلها جميل خالص، حلوه بجد وتستاهل التجربه. ندعي بقى كلنا كده لحبايبنا النادي الاهلي، ربنا يفرح قلوب النادي الاهلي كله النهارده ان شاء الله كده. معايا بقى كده كريز، ومعايا كده توت، ومعايا كمان فرماسيلو اللي هي المدوره دي. شوف بقى هنعمل ايه.
خلصنا بقى يا حبيب قلبي ذوق التورتيه بتاعتنا الجميله. طبعا شايفين شكلها حلو خالص زي ما انتم شايفين كده. وطبعا النادي الاهلي بيلعب دلوقتي، هنحطها بقى ان شاء الله باذن الله في الفريزر شويه عشان تمسك اكتر. كريم شانتيه طبعا انتوا عارفين في الحر مش بيستحمل خالص، اول ما بيخرج من التلاجة بيسيح على طول. فهنحطها بقى كده ان شاء الله باذن الله، وندعي كلنا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يفرح قلبنا بالفوز النهارده. هنحطها بقى يا حبيب قلبي اول ما يكسب ان شاء الله باذن الله هنقطعها مع بعض. الف مبروك يا حبايب قلبي النادي الاهلي وفرح قلوبنا كلنا، الف مبروك ليهم. والنهارده بقى عملنا تورتيه حلوه قوي، والتورتيه طبعا كانت على وشها قبل ما يلعبوا خالص، كانت جميله وسهله وبسيطه خالص وحلوه قوي. وطبعا دي تشجعنا ان احنا نعمل تورت بقى لاولادنا في عيد ميلادهم وكده. والاسعار بره غاليه قوي، وعملنا تورته بحاجات بسيطه خالص ما تكلفتش اي حاجه، جميله وشكلها حلو قوي. والف مبروك للنادي الاهلي. نقطعها بقى كده بالشكل ده. نخرج بقى كده القطع معانا. قطعناها بقى كده يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين. طبعا شكلها حلو قوي، طبعا لايكات كتير قوي طبعا لاصحاب النادي الاهلي بقى، كلهم لايكات كتير قوي النهارده. طبعا فوزهم كان فوز حلو قوي النهارده، وبصراحه يعني فرحوا قلوبنا. بقى يا حبيب قلبي ده شكل التورتيه بتاعتنا بعد ما قطعناها. شايفين شكلها حلو وجميل وريحتها حلوه وطعمها حلو قوي. حبايب قلبي الف مبروك، وان شاء الله باذن الله فيديوهات جديده في مطبخ ام جودي، لايكات كتير قوي قوي النهارده، تشجيع طبعا للنادي الاهلي. وكل اللي بتمناه منكم هو الدعم ليا بس يا حبايب قلبي، بالاشتراكات الجديده واللايكات الحلوه ان شاء الله ما تحرمش منكم ابدا يا رب. وكل يوم جديد في مطبخ ام جودي. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي، باي.